الحكومة المصرية والبنك المركزي اتخذوا قرار مهم جدا جدا بتحرير سعر صرف الجنيه المصري وفقا لآليات السوق. القرار ده قرار جريء جدا، هيقضي ان شاء الله على السوق الموازي والمضاربة على العملات الأجنبية، وخلت الدولار وصل في فترة من الفترات ل 72 جنيه، والتجار كان عندهم جشع رهيب لأن كان بيتم تسعير المنتجات والخدمات على أساس الدولار رايح ل 100 جنيه، وكان المستهلك المصري بيعاني معاناة رهيبة من جنون وجشع وارتفاع الأسعار. قرار زي ده هيحسن من تصنيف مصر الائتماني، قرار هيخلي المستثمر الأجنبي يشعر بالأمان ويجي يحط فلوسه في الدولة المصرية للاستثمارات، قرار هيقضي على سوق موازي كان بيضر البلد. القرار ده هيعالج مشكلة التضخم اللي كانت بترتفع ارتفاع جنوني. من ضمن الإيجابيات في القرار بتاع البنك المركزي إنه فتح حدود كروت الائتمان لكل الشعب المصري. ده طبعا ميزة إن مش هيبقى فيه طلب على العملة الأجنبية في السوق الموازي. كلنا كمصريين في التوقيت ده هو مهم جدا جدا إن نحط كل الفلوس المتاحة من عملة صعبة في البنك علشان ما يبقاش فيه سوق موازي.